السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. مرحبا يا أصدقاء، اليوم سوف نتحدث عن المحافظة عن البيئة. فالمحافظة على البيئة مسؤولية مهمة يمكن غرسها في الأطفال منذ الصغر لتكوين جيل واعي. تبدأ التوعية بتعليمهم أهمية البيئة في حياتهم اليومية، مثل توفير الهواء النظيف والماء والغذاء. أيضا لا بد من تشجيع الأطفال على إعادة التدوير، لأن ذلك يعد خطوة رغم بساطتها لكنها فعالة. فمثلا فرز النفايات وإعادة استخدام المواد القابلة للتدوير، أيضا عدم إلقاء القوارير الفارغة، بل استخدامها في زراعة الزهور والورود، فهذا يمكن من غرس حب الطبيعة فيهم عبر الأنشطة الممتعة والتي تحافظ على البيئة من حولهم. كما أن تعليم الأطفال تقليل الهدر سواء في الطعام أو الماء أو الطاقة، يجعلهم أكثر مسؤولية تجاه الموارد. وأيضا فإن مشاركة الأطفال في تنظيف الأماكن العامة تعزز لديهم حس مسؤولية الجماعية وحب البيئة المحيطة بهم والمحافظة عليها والاهتمام بها. والقصص والألعاب التعليمية تعد أدوات فعالة لتوضيح أهمية المحافظة على البيئة بطريقة شيقة ومفهومة. وأخيرا دور الأسرة والمدرسة أساسي في دعم الأطفال وتشجيعهم وتوجيههم على سلوكيات تحترم البيئة وتحافظ عليها. إلى أن نلتقيكم في موضوع جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن بلادنا إريتريا تحتوي على مجموعة ضخمة من المناظر الطبيعية والخلابة المختلفة، ففيها الجبال الشاهقة والوديان والأنهار الجارية، وبها مدن تطل على شاطئ البحر الأحمر الساحر. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. مرحبا بكم يا أصدقاء في حلقة جديدة وحكاية جديدة. عنوان حكايتنا لهذا اليوم هو الحمار الضائع. نوادر جحا مع حماره أكثر مما تحصى، فقد كان له مواقف كثيرة مع هذا الحمار الفيلسوف، ولهذا السبب كان ذلك الحمار عزيزا جدا على قلب صديقنا جحا، يحبه جدا لدرجة أنه قد يفضله على أبنائه وزوجته. ولكن ذات يوم من الأيام فقد جحا هذا الحمار وضاع منه، فأصيب جحا بحزن شديد، وقام يبحث عن حماره هنا وهناك ويتلفت عليه في كل مكان، وقد استعطف الناس ليبحثوا معه عن حماره العزيز. ولكن الناس سمعت جحا وهو يبحث يحمد الله، فتعجبوا من ذلك
وعلموا أن لجحا فلسفة في كل موقف، فأحبوا أن يعرفوا فلسفته في حمده وشكره لضياع حماره. لماذا تشكر الله وقد ضاع الحمار وأنت تبحث عنه وهو عزيز عليك؟ فأجاب جحا قائلا: أنا أشكر الله لأني لم أكن راكبا على حماري وقتها، وإلا فلو كنت راكبا معه لضعت معه. هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا يا صغاري الأعزاء، اليوم سنتعلم حرفا جديدا. هل تعرفون ما هو؟ إنه حرف الصاد. عندما ننطقه بالفتحة نقول صا. هيا رددوها معي يا أحبائي: صا. وعند الضمة نقول صو. كرروها جميعا: صو. أما في الكسرة فنقول صي. هيا نعيدها مرة أخرى: صي. ما أروعكم! أحسنتم يا أصدقائي. حسناً، لننتقل إلى الأمثلة والكلمات. ما هذا النبات الذي تشاهدوه يا أصدقاء؟ أحسنتم، إنه صمغ. وما هذا؟ صحيح، هي صورة. وكم هذا الرقم أمامكم؟ صحيح، إنه الرقم 0. والآن يا أصدقاء، ما رأيكم أن نقرأ معاً قصة جميلة؟ تقول القصة إن صفاء تحب النظام، ففي صباح يوم ما أحضرت صفاء صندوقاً. قالت صفاء: سأرتب غرفتي. وضعت صفاء الصفارة الحمراء بالصندوق، وأيضاً لعبة الصياد الصغير والصاروخ. أصدقائي، وصلنا لنهاية الفقرة. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف، مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا بكم يا أصدقاء. كما شاهدنا كان هذا حرف الصاد، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع مسابقة الحروف وحرف جديد، لننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما تعطياني اسم جماد يبدأ بحرف الصاد. تفضل يا علي. صورة. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ نعم. تفضل. صابون. أحسنتما، إجابتكما صحيحة. شكرا لك. عفوا. السؤال التالي: أريد منكما تعطياني اسم مدينة أو دولة يبدأ بحرف الصاد. تفضل يا علي. صومال. أحسنت، إجابة صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم حيوان يبدأ بحرف الصاد. هل يوجد حيوان يبدأ بحرف الصاد؟ يوجد حشرة تبدأ بحرف الصاد. صرصور. أحسنت، إجابة صحيحة. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم ذكر يبدأ بحرف الصاد. تفضل يا محمد. صالح. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ لا. وإلى هنا يا أصدقائي تنتهي فقرتنا هذا اليوم. نأمل أن نلقاكم في حلقة جديدة ومسابقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء، فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق
وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بفقرة جديدة من قصص الأنبياء، حيث توقفنا عندما نسي الساقي أن يذكر يوسف عند الملك، وأقام يوسف في السجن سنين. ورأى الملك في المنام رؤيا عجيبة، رأى 7 بقرات سمان، ويأكل هذه البقرات 7 بقرات عجاف. ورأى أيضا 7 سنبلات خضر و7 سنبلات يابسات. تعجب الملك كثيرا من هذه الرؤيا، وسأل جلساؤه عن هذه الرؤيا. قالوا: هذا ليس بشيء، النائم يرى أشياء كثيرة لا حقيقة لها. ولكن قال الساقي: لا، بل أخبركم بتأويل هذه الرؤيا. وذهب الساقي إلى السجن وسأل يوسف عن تأويل هذه الرؤيا. كان يوسف جوادا كريما ومشفقا على خلق الله، فأخبره بتأويل هذه الرؤيا. وكان يوسف جوادا كريما ولا يحب البخل، فأخبر يوسف بالتأويل ودل على التدبير. قال: تزرعون 7 سنين واتركوا ما حصدتم في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ويكون بعد ذلك قحط عام تأكلون فيه ما خزنتم إلا قليل، ويطول هذا القحط إلى 7 سنين، وبعد ذلك يأتي النصر ويخسب الناس. وذهب الساقي وأخبر الملك بتأويل الرؤيا. ولما سمع الملك بهذا التأويل فرح جدا، وقال: من صاحب هذا التأويل؟ وقال الملك: من هذا الرجل الكريم الذي نصح لنا ودل على التدبير؟ قال الساقي: هذا يوسف الصديق، هو الذي قال أني سأكون ساقيا لسيد الملك. واشتاق الملك إلى لقاء يوسف، وأرسل إلى يوسف وقال الملك: آتوني به أستخلصه لنفسي. فماذا كان مصير يوسف عندما ذهب إلى الملك؟ وهل سوف يخرجه من السجن أم لا؟ ستعرفون كل هذا في الحلقة القادمة. كان معكم موسى كبيري وموفق ناصر. السلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة وحكمة جديدة. عنوان حكمتنا لهذا اليوم هي: النجاح لا يأتي بالصدفة بل بالإرادة والتخطيط. والآن سنأخذ آراء أصدقائنا الأعزاء الطيبين، ولنبدأ أولا مع صديقنا محمد. السلام عليكم. النجاح لا يأتي بالصدفة بل بالإرادة والتخطيط. يعني أنت كل مرة يوم النجاح ما يأتيك أبدا، ما يأتيك بالصدفة أو بدون ما تعرف تقول بالله تعالي وهو يجي لك. لازم أنت تفكر وتشتغل وتجاهد عشان تقدر تشيل الجهد اللي أنت كنت قاعد هذا تسويه. أحسنت يا محمد، شكرا لك. والآن سنأخذ رأي صديقنا علي. تفضل يا علي. إنك لما تكون في المدرسة أنت لازم تستمع للدرس، لما ترجع البيت تراجعه، ما تفكر إنك تكون لما تكون في المدرسة ويجيك الامتحان ما راح تعرف الامتحان لو ما راجعت الأشياء اللي أدوك إياها. فعشان كده إنك لما عاوز تنجح ما بيجيك أبدا بالصدفة. مثلا إنك ما راجعت في البيت وجيت دخلت الامتحان ما راح تنجح بالصدفة، بس هو لازم النجاح يأتيك هو بالإرادة والتخطيط. أحسنت يا علي، شكرا لك. العفو. والآن آخرا سنأخذ رأي صديقنا عبد الوهاب. تفضل يا عبد الوهاب. مثلا تكون عندك اختبار في المدرسة، تروح مو تقول على هذا بدون
تفكر على طول تقول يمكن هذا بدون ما تقرأ السؤال، تضغط كذا يمكن كذا، هذا مو بالصدفة يجي. أحسنت يا عبد الوهاب، شكرا لك. أصدقائنا الأعزاء، كانت هذه حكمتنا لهذا اليوم. أتمنى أنكم استفدتم منا ومن أصدقائنا عبد الوهاب وعلي ومحمد، وشكرا لكم لإعطائنا وقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة، والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. أيها الجند، ها هي القسطنطينية على مرمى نظركم، وقد وفقنا الله بإعداد العدة والعتاد، فلدينا السلاح الجديد، مدافع لم ترى بيزنطة مثلها من قبل، وإني أوصيكم بتقوى الله. وأوصيكم أن تلزموا الصبر، وألا تخطوا خطوة واحدة إلا وأنتم تذكرون الله. سنحاصر المدينة حتى تضعف مقاومتها، وستقصف مدافعنا أسوارها. أيها الجند، لا يضعفن يقينكم بالله، واعلموا أن المعونة والأجر يأتي بإخلاص النية. نحن نقاتل لنعلي كلمة الله، لا لغنيمة أو مال، وإنما لنضيع بالحق قلوبا أظلمها البغي والضلالة. وأخوف ما أخاف عليكم ذنوبكم، أخاف أن تفتك بكم فتضعف عزيمتكم وتوهن قواكم. توبوا إلى الله ينصركم. أيها الجند، لقد توسعنا في الشواطئ الجنوبية للبحر، ولنا إن شاء الله ما بعدها. يدفعنا دفء الإيمان لجنته ورضاه، لا نخشى جور الإنسان لنا رب نخشاه. يدفعنا دفء الإيمان لجنته ورضاه، لا نخشى جور الإنسان لنا رب نخشاه. الله 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 الله. سيروا في الأرض التي وعدكم الله عز وجل أن يورثكموها. وأرجو الله أن تكون بشارة نبينا محمد من نصيبنا. اللهم افتح القسطنطينية على أيدينا، وأيدنا بنصر من عندك يا كريم. أجب دعاءنا يا الله. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر، هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا، هيا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء في فقرة لغز اليوم. الدخان كانت إجابة اللغز الماضي وكانت إجاباتكم صحيحة. أما عن لغزنا لهذا اليوم فهو يمتلك قلبا ولكن ليس حيا. نستقبل إجاباتكم عبر شبكة التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك حيوان بحرف الصاد؟ ليش تضحك على طول يا أخي؟ أريد منكما تعطياني اسم نبات يبدأ بحرف الصاد. تفضل يا علي. صورة.